يا مدري قد معزتكم، كبيرة مرورة الدنيا وأحليها بسوالفكم، يكون بشارع ألقاكم وعاتبكم، وغثكم بالعتب وين الله والدمعون، وشاقيكم وصالحكم، منجيكم دمعي يتراكض وصادفكم، وتقلوا لي شنو مبكيك واحضنكم، واقول لكم دخل بعيوني صم تراب، هذا الدمع مو منكم. احبتنا مشاهدين قناة آسيا، اليوم الحلقة جدا جميلة ومختلفة، برنامج ما مطروق ويا الحبيب محمد ابو الهيل من الموصل ام الربيعين. الف هلا وحياك الله. الله يسلمك ابو الاكبر، تحيا والدوم، ممنون منك على هاي الاستضافه والفرصه. انت نافذه الان يعني بالساحه الشعريه، واتمنى اكون قد هاي المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، انت قدها وقدود. الله يسلمك. ويانا الممتع الخجول الصادق بمشاعره واحاسيسه وقصيدته سيد محسن الموسى، وحياك الله. حيا الله اصلك ابو الاكبر، ممنون منك على المقدمه وعلى الاستضافه، وكلها بيك وبضيفك الشاعر محمد. الله يعزك، الله يخليك. شو اخبارك سيد؟ والله نعمه من الله. سيد، اول سؤال يعني بصراحه، هاي الطبيعه حتى بالبيت؟ لا بس هو من واحد يقولوا له خجول يقولوا لك تمشي عليه. يعني انت مو خجول؟ لا مو دائما. ها يراد له شويه مسافه وافتح بالمشي. ها وجاسم شلونك؟ حياك. الموصل شلونها؟ والله بخير الحمد لله. شنو اخبار الموصل هسه؟ والله صافيه والحمد لله، يعني رجعت احسن من قبل. يا الله الحمد لله. يا الله يا الله، امنياتنا امنياتنا والله. الحمد لله. الله يسلمك. الله يعزك. شلون الوضع الشعري بالموصل؟ الوضع الشعري يعني حاليا اخر فتره الاشهر، يعني مو اشهر، شهر ونص، شهرين توقف. يعني تعرف انت بكل العراق نعم متوقف، بس قبلها لا، يعني رجع بقوه الشعر بالموصل. يعني جيد. بعد هاي تدري يعني الامسيات او المهرجانات تنترس القاعه بالحضور، تنترس ويبهرك الحضور. يعني صدق والله والله شيء جميل. يعني مشهد اروع من القصيده اللي جيد تشوف. جيد. سيد محسن، اخر مره قرأت على منصه لك جيت؟ اخر مره والله من قد ما يعني صار لي هواي حتى ناسيها، بس هواي صار لان ضروري المنصه بحياه الشاعر. هي يعني نقدر نقول مو ضروري، لان هو اخر شيء هو مكان يفرغ به طاقته، بس ممكن يعني شاعر بدون منصه. ها مو شرط يعني المنصه مو مقياس لكون الشخص شاعر او مو شاعر. جيد جيد جيد. سيد محسن، خلينا نسمع شعر. خادم انا. العفو. شنو نبديها؟ والله هي نبديها من بوابه الشعر من العراق. يستاهل العراق. اقول بعد بعيونك المحبوبه تتغازل، يسمر ياهو قال لك انت فاتك ريل، ما خايف عليك سجابك على الموت، اللي يحلم بالقصايب يعني عمره طويل، ومو من هاي عرفك ما تزل وتطيح، بيام الحصار وانت تصنع جيل. الله. بيك شقد امل وجه الصبح القاك، ولا كأنك امس دافن قمر بالليل. الله. يا المبخوت شي قلبك نظيف ارتاح، ياخذ حقك الله وشارتك سجيل، وانا ادريك همك بس امان تريد، شو مسوي لجارك حتى بيك يعيد. يا ابوي وعرفتك انت اصل الطيب، ضيفك منك شقد ما يريد يشيل، وعلي تبخل واقول لك انت بالخيرات، وشابر جوع منك وازدحام وويل، واحبك هذا امر وما احس مجبور، الوطن ما بي مزاج وواهس وتبديل. الله. اعيش هنا احبك هذا امر وما احس مجبور، الوطن ما بي مزاج وواهس وتبديل، اعيش هنا واموت واندفن بتراب طيب منه شمه يغار منه الهيل، مو تفاحه غرت ادم من غربيك، وبدل جنه الله بجنه ما تنمل، الحسن كله على قاعك عاين البغداد، ما حد مسجفنها من الله متكحل. الله. ومن انا واغازل احلى شيء بالكون، كون نجيب شاعر بالندم بلد،
المهم ما اريد اسولف عن غزل بغداد، لان طبع العفيفه من الغزل تخجل. نعم. حاكيني المهم ما اريد اسولف عن غزل بغداد، لان طبع الشريفه من الغزل تخجل. حاكيني اللي جرحك ليش ما تحاكي؟ من يعطين قلبك حتى ما تزعل. دمعاتك رخيصه ايش قد تشيل احساس، ايش قد عيب اللي يجيك لانه فطيسه. الله صح لسانك الله سيد. الله سيد الله الله. ابو جاسم اختيارك. والله يعني بعد السيد اكيد راح بوابه، انت على قولتك بوابه الشعر العراق. اي. فمن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني تعرف انت بعد الموصل كانت فتره ظلاميه، قواتنا الباسله والابطال اللي كل الاصناف يعني اللي حرروها. فاقول الجندي بحالتين نودعه بماي. يمتى؟ الجندي بحالتين نودعه بماي، لو نبكي له لو نشمر له طاسه. بس المهم لما يرد للبيت لو مرفوع لو مقطوع راسه. الله. الجندي بحالتين نودعه بماي، لو نبكي له لو نشمر له طاسه. بس المهم لما يرد للبيت لو مرفوع لو مقطوع راسه. وقالت لما يمه بصيتك نعيش، روح الوطن محتاج الحراسه. قام يقل قبل لا تقسمه الحلوق، روح وجيبه من حلق السياسه. الله. الحرب والعوز والدم والقهر ذاك عن تاريخ عشناه مو دراسه. جبناها حرب من 80 وكملناها ننزف عام 90، وقلنا يجوز نفرح بعد 2000 ورجعنا ردود للهم والتعاسة. ومن طب الحشد حتى الأمان ارتاح، طبوا عالربيع وردوا ألوانه. ونعم. من طب الحشد حتى الأمان ارتاح، طبوا عالربيع وردوا ألوانه. وترى طبت الحشد عالساتر وقرآن، ما طبوا على بيت وخزر نسوانه. الله. شفتهم بالخنادق حيل مختنقين، واحدهم بنص الفشق عنوانه. وجا شايل عقيدة وهمنا والتحرير، من آمر لجاي مسرف نردانه. شفتهم بالخنادق حيل مختنقين، واحدهم بنص الفشق عنوانه. وجا شايل عقيدة وهمنا والتحرير، من آمر لجاي مسرف نردانه. وترسوها النجف لعيون بنت كريت، وما قال أنا شعله قال خلصان. وما هم الفشق بس لا بريء يموت، ما هم الفشق بس لا بريء يموت. ومن الطقلة جنة جفوفه تعبان، بظهرهم شفت حدب الخاطر الحدباء. بظهرهم شفت حدب الخاطر الحدباء. هناك نموت قالوا وعاشوا هنانا، ومن قالوا لهم للموصل تروحون جنهم لبنها وجايه والهان. سلام. الله يسلمك. الله يسلمك. تستاهلون والله. تستاهلون والله تستاهلون. سيد شويه نوخر عن الخجل، نريد نسولف وكذا. ها غير عرقان. لا بعدي. سيد هواي عندك تصوير قصائد او سناب بباب جامعه بغداد. اي كليتنا طبعا. تحياتنا الاستاذ الدكتور غسان الشويلي، غسان صبري. الف تحيه له. المناقشات مالته كل مناقشه انا اروح وياها. هسه اخر شيء يناقش دكتوراه. نعم. وانا بالماجستير اروح وياه بالدكتوراه. اي. فعاده نطلع يعني بالخمسة الصبح 5:30 حتى نحضر الامور. فاستغل الجو السنتر فارغ، وانا اصلا خريج جامعه بغداد، والمكان عندي هواي يعني ذكريات وناس. هو احنا نريد نسولف عن الذكريات. اي مو اكو حسره يعني تخلينا نسال هذا السؤال؟ اكو بالقصائد حسره اوف؟ والله هو هذا المكان انا اعتبره يعني صاحب فضل عليه من خلال الشعر، والفضل لله اكيد يعني. بس هو بهذا المكان يعني انا كتبت اغلب القصائد. يعني المساله بس الجدران لو اكو بيها شخص؟ لا هو الشخص، مو شخص واحد. هو يعني اعتبره صاحب فضل والله يوفقه. ها هو الشخص صاحب فضل على قصائدك؟ اي بس هو هم له علاقه بالمكان يعني. يعني كان طالب وياك؟ اي انا بالقسم. سيد اخر قصيده كتبتها له؟ اخر قصيده بس خلينا نتفق اتفاق.
تقراها باحساس عالي. ان شاء الله ان شاء الله. يعني مو مثل ما قرأت الوطني، قرأت الوطنية مو باحساس عالي. وبعد الوطن يفتهمني. اي اكيد يفتح لك. اقول وداعتك اخر قصيده وياك هاي، وما اخرك. وافتهمتك وادري كانت غلطه مني، من ردت على الحب اجبرك. وهي ابد مو منطقيه، طول عمرك ما صرت فد يوم لي، ايش بيه خايف لا خسرك. وانا عذرك، انت ما شايف حمل هم التفاصيل الصغيره ايش قد يقهرك. صرت اخاف من الاماكن، صرت اخاف من الشوارع والاماكن والاغاني اللي بيها ذكرك. الله. احسب النسيانك وما نام، اذا مو بالرسايل اقعد وليلي ادور. الله. الخاطرك صغرت روحي لمن قالوا مو بعمرك. وقوة كنت بعينك كبرك، صح طفت نارك بقلبي بس بعد ما طافي جمرك. الله. ايش قد بعد يراد لمشي بدرب نسيانك وعبرك، وانت ما عندك حبيب وياي ذكرى، ولمن تنساني اعذرك. انا اللي موثق ببالي صور من كل شي بحياتك، صورة مني يطير شعرك، وصورة مني يميل خصرك. الله شاهد حتى باقي براسي عطرك. الله. لاني كلهن مو ببالك، لا تحبني ولا تحب غير الله، مدري ايش حاط لك يا الخالي صدرك. تستلذ روحي بعذابك، وبرضات الليل من خلصته وحدي، والله ردت اتونس بايام هجرك. انا اسف منك ومن القصيده، خاف اكملها واخرك. الله. عليك. لسانك. الله. الله يحفظك ابو الاكبر، شهاده. الله. الله يحفظك. شاهد الله قصيدة يعني فوق مستوى الجميلة. الله يحفظك والله شهاده، ومن حسن حظنا على اعجابك. الله يعزك. الله يعزك. الله انا اخذني يسلمك. الموضوع نسيت اقول لك صح لسانك يعني. تدور. الله يعزك. بصراحة سيد، ايش قد مدى مصداقية هذه القصيدة؟ والله انا بعفويتي يعني بس من رخصتك، يعني قصدي انه تنتشي على مشاعرك الصادقة، لو ايضا تروح المحسن الموسوي الشاعر. لا والله انتج على مشاعر الصادقه، لان وقال يعني الصنعة بالشعر ما تخليها. لا هو اكو لمسات لازم يعني يكون لمسه فنيه بالموضوع، يعني مو جيد. بشكل مباشر. اي نعم. بس بنفس الوقت اكو صدق، يعني انا ما اعرف اكتب بيت من فراغ. لا واضح الصدق. الله شاهد حتى باقي براسي عطرك. والله شهاده يستاهل. الله يحفظك. ابو جاسم، ال يعني بصراحه كل شاعر، احنا ما نريد نقول شاعر شاب باعتبار انه ان شاء الله ابداعك اكبر. الله يسلمك. كل انسان عنده امنيات، ولربما من يتحققن يبدي يتمنى اكثر من عندهن. حاليا وين امنيتك شعرا؟ والله شعرا احس هاي اول خطوه يعني اللي تحققت. يعني كانت امنيه؟ كانت امنيه اكيد. يعني احنا تعرف مجتمع الموصل بعيد عن الاعلام، حتى لو عندنا فضائيات مو بالمستوى يعني. فهي اكيد بغداد وهاي البرامج وانتم سابقين ونجوم واسماء، فبرامجكم هي راسا تصير نافذه. يعني انت حتى لو اول حلقه تعرضها ويا شاب هو راح جيد يشتهر الشاب. جيد. يعني برأيك أنت اليوم استضافة محمد أبو الهيل كانت منصفة للموصل؟ هاي نخليها ان شاء الله للتعليقات بالناس بعد الحلقه، يعني ما تنعاد. ها نشوفها كانت منصفة لو غير منصفة. إن شاء الله. جيد. زين، نقدر نسمع فد قصيدة؟ انا جاي اقرا شعر ان شاء الله. شو تريد حاضر. احنا ندري بيك جاي تقرا شعر، بس من باب الادب والاخلاق نقول لك تسمح لنا. اكيد. هذا جاي يلعب طاوة. ما مكسوره رحتي وخاطرك مجبور، وجبرتينا انكسر واخلق عذر لي، اكثر من شفتك بالعرس تحجين، ومن سألوني عنك قلت فصليه. ما مكسوره رحتي وخاطرك مجبور، وجبرتينا انكسر واخلق عذر لي، اكثر من شفتك بالعرس تحجين، ومن سألوني عنك قلت فصليه. وقبل لا ينوي جف العثق منك طاح،
مستوية ويقلهم حلوة بس نية. الله. قبل لا ينوي كف العثق من نشطاح مستوية ويقلهم حلوة بس نية. حرقتني بهلاهل مال مفضوحين ورفضتني عجب لأسباب دينية. النار بروحي تاكل يا حطاب يا ناس، رغم ما أنا رحت بزود رجلي رحت لها ورجعت البيت بس دخان. وقالوا تختنق ما تجيب طارية ولو مستنقي إلها الهوى الما مشموم. رحت نسمة الشمال رجعت شرجية وقد ما بي ظلمة تكبرت عليل. وقالوا ذاك كان أحلامه وردية خابوا ياي ظنها ونيتي كانت سوء. من قلت لها ضشت من العزوبية قلت أتوكل على الله وأدق الباب وعليها اعتمد رايد مو على النية. ومن مريت سدت مشتهاتي الباب. مو كل الشعور اوصف لك شوية. جيد. شاب ونيته يلعب دق على الشباك وعلى الموعد ابوها طلع مو هي. الله. من مريت سدت مشتهاتي الباب. مو كل الشعور اوصف لك شوية. شاب ونيته يلعب دق على الشباك وعلى الموعد ابوها طلع مو هي. ردت عشنا احطه بشجرة مو بالبيت ورضيت بكل شي بس يتسمى زوجية. وردت تصير ام وتقل احبك عود مو الا بوقتها المهم صدقية. ردت والقلق ما عشته بالجبهات. قالت لا اعتذر دور لك بنية اسف ما عبال الدنيا صارت هيج. ردت والقلق ما عشته بالجبهات. الله. قالت لا اعتذر دور لك بنية آسف ما عبال الدنيا صارت هيك. الحلال بهالوقت ينعاب راعيه. الله. وتراجيك علي يا بنية قاعدة نفيت كل صار بإذن اللي بس ترجيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله 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 بس يسلمك. والله. الله يحفظك. والله اللي ما ترضى بيك هي خسرانه. الله يسلمك. بالله الكريم. الله يحفظك. بس مبين هذا القصيدة يعني على واقعية جدا. والله هي واقعية أكيد واقعية. أيوة بس واقع الماضي مو الحاضر يعني. يا الله. الحمد لله. إن شاء الله يا رب. سيد محسن من قلت لي أحبك تذكر الرد. قلت لك ليش وقت ما قلت لك ايش قد. طبعا هاي عليها هواي سيد قرانا إياها. اشكالات ورسائل هواي يسالوني عليها. اوضح لو اقراه وبعدين اوضح لو لان انا عندي يعني موضوع صراحه انا مو بصدد يعني انه اذكره بس حتى اوضح يعني ابرر لان صاير التباس بهاي الابيات. من قلت لي احبك تذكر الرد. قلت لك ليش وقت ما قلت لك ايش قد. لان صارت لي عبره وقبلك هواي يحب بس بالبدايه وتالي يبرد. وتوقعتك وذكرتك اليوم من ما خاب ظن روحي وتاكد. طلع قلبك قطار يودي ويجيب. تنزل ناس منه وناس تصعد ما يترس عيونك واحد شبيك. مجموعة تحبهم صاروا وش قد. ذني الابيات انا بطبيعتي يعني دائما انشر ابيات حالات يعني حاله بوقتها اكتبها وانشرها بالفيس يعني بصفحتي بالفيسبوك. فذني تاريخنا 2016 بس ما ادري يعني يا شهر يا يوم بس جيد. التاريخ موجود بالفيس. جيد. وانا يعني عادة موجودات الابيات منشورات. موجوداتي وحتى اكو قسم يعني من يربطون او من يستدلون بتاريخ بالفيس. هو يقدر يرجع المنشور قديم ويعدل المنشور ويخلي الابيات. لا بس حتى بالتعليقات يعني اللي يعني ذاكرين ابيات من عندها يعني هاي اللي يعني خاف واحد مثلا تجي بباله هاي المساله. المهم فاكو ولد من البصره قراهن. انا ما ادري انه يعني من البصره قراهن؟ اي خلف الله اللي هو وصل الابيات لانه ضلات بالفيس ما يدري بيهن. هو قراهن والناس عبالهن إله يعني. فمن يشوفوني انشرهن او واحد ينسبن لي يستفسرون مني يا بدن الك لو الفلان. وانا اقول لهم الابيات الي وموجود التاريخ مالتهن. ده هو يعني عنده تاريخ قبل هاي. يجوز قاريهن يعني حابهن معجبين. انا هيك بررت له الله شاهد يعني الولد حباب وطيب مبين وخوش ولد فجوز عاجباته يعني يجوز عاجباته يعني ما لحد الان ما اتهمه بالسرقه ولا معاتبه ولا محاكي ولا اي شيء يعني. نعم. ويا رب يوفقه ويحفظه. اكيد هو يعني احنا ما ادري ما اعتقد هو اسمه
هو الرسل، هو الشعر اصلا يعني رساله انسانيه. جيد. فان ابيات اذا وصلا باسمي او وصلا باسمه مو غايتي يعني هاي. نعم 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 صح صح. محمد، كنت تعرف سيد محسن الموسوي؟ ايه قبل كنت اسمع له. الشرف انت فيك الشرف، الله يسلمك. جيد. يعني ايش قد تقريبا عدد شعراء الموصل؟ عدد اصدار هويات له، عدد شعراء. لا يعني اقصد اللي متواجدين بالاتحاد او بالجمعيه او ابو الاكبر تحكي. الموصل قبل كان بيها اتحادين. جيد. او انا من اجيت للشعر تقريبا 2012، نهايه 2012 كان اكو اتحاد ومنتدى. حلو. فاني ما اعرف، ما مخالط، يعني انا من النوع اللي ما اخالط. رحت على المنتدى ظليت هذا مثل بيتنا، يعني شلون بيتنا. جيد جيد جيد. رحت لقيت منتدى، بعدين يلا عرفت اكو اتحاد، يعني هذا مو اتحاد، هذا منتدى لطيف. اللي هو سابقا منتدى مجرى عزيز. فتحدثت الامور، صارت عده اتحادات، يعني اتحاد شعراء والجمعيه وتجمع الشعراء والكتاب، وهسه حاليا احنا جمعيه البيت العراقي برئاسه الاستاذ عمر القرغلي. الف تحيه له. تحياتنا له طبعا. شنو يعني لك؟ هواي يعني انت تعرف بالكواليس يعني اريد اوصفه بس ما اقدر، يعني هواي الا صاحب فضل، هواي افضل، يعني حتى بحياتي اليوميه. بحياتي اليوميه قبل لا استشير احد اخابره، استاذ هيك، استاذ ما اعرف ايش، استاذ هيك. حتى مرات يزعل اذا ما استشيره، صارت هيك علاقتنا وهيك حب وهيك اخويه يعني. جيد جيد. ابو مصطفى يستاهل. يستاهل يعني. وانا طبعا ترددت اجاوب، لان قال لي لا تظل تذكرني، يعني كل لقاء انت صاحب فضل علي، بزعت الناس اللي يتابعوك يعني. هذا نكران ذات جميل يدلل على اخلاقك. فهو كان يرفض، يعني يرفض انه دائما ما يحب السؤال ببالي بصراحه. سؤال يعني هذا الصراع الكبير حاليا بين الصراع بالمنافسه، اقصد اذا توافقني سيد يا ريت تشاركنا بالحديث. توافقني انه اكو منافسه كبيره بالشعر حاليا بالعراق كله، باعتبار انه هواي عدد شعراء والظهور مساله صعبه، لازم انت تجد وتجتهد، صح؟ توافقني لو ما توافقني؟ اوافقك، بس بالفتره الزمنيه قبل يعني بعد 2012 ل 2015 يعني الذروه ظهور الفيسبوك والشعر تقريبا صار يعني نفس احنا كمجتمع عراقي يعني ما عندهم حل وسط، ندفعوا راسا سوا، صار اندفاع قوي على الشعر الشعبي. هسه انا احس الشعر يعني رجع الوضع الطبيعي وحالته اللي هي اللي نعرفها الاصليه يعني. جيد لو مو جيد؟ هاي كلش حلوه هاي الوضع يعني. هاي الوضعيه حلوه. اي يعني. وذيك الوضعيه هوسه، كانت هوسه يعني مو جيده. انا اشوفها مو جيده. زين، شلون تقدر تخلي لك اسم بين هاي الاسماء الهواي؟ بالقصيده، كتابة القصيدة تتميز، لازم حتى تترك اسم، مو يعني مو عدة النشر والكتابة وهذا، لازم تتميز قصيدتك، مو بس عدد يعني. سيد برأيك انت بس اليوم الشاعر يحتاج بس قصيدة؟ لو يحتاج اشياء مكملة؟ احنا نقول بالدرجة الأساسية المضمون، القصيدة هي. وعندنا أمثلة. يعني أنا بصراحة أريد أسأل سؤال هو غالبا ما ينطرح ودائما يقولون الكاريزما لها علاقة، مقبوليتك لدى الناس لها علاقة، إضافة طبعا، إضافة إلى أنه ثقافتك بالحوار، صحيح، إذاك ذني إضافة. بس شنو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ أنا ذني كلهن يعني إلهن مكملات. اي بس مكملات، بس إلهن نسب ما يعني ما يفوق نسبة القصيدة. المضمون أكيد المضمون 100%. المضمون 100%. أبو الأكبر هو لو ما موجود القصيدة راح يبطل المكملات. نعم أصلاً. أنا قلت لك العمود الفقري القصيدة، صح. لكن أكو مكملات، صح. في شيء جيد. الكاريزما لها دور. دورها مهم كبير طبعا. حاليا صار دورها مهم من السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل، يعني قبل منصة. انتم بدوركم انا ما لحقت يعني. اسف يعني قاطعتك، بس احب يعني اذكر ما دام جبناها على الكاريزما، شاعر مرحوم عريان سيد خلف الله يرحمه، يعني احسه كان يعني ما دام يعني ما زال موجود هو، يعني شو مثل ما يقول مسوي هيبه للشعر الشعبي يعني. والله انا عندي وصف له بصراحه، الله يرحمه السيد، احسه انه انيق الشعر الشعبي.
الله يرحمه، لان هواي اكو ناس يعني من رجل رسمي جدا، محترم وجوده ومحترم اسمه ومحترم كيانه. بين مجتمع اغلب يعني ذول الفصح كانوا عندهم نظره يعني شلون يستصغرون الشاعر الشعبي، انه مثقف وشاعر بسيط، بس هو كان يعني ما حد يقدر يعني ينبالغ بهاي النظره. اكيد. وطبعا هاي النظره انا ضدها يعني. ناخذ فاصل. لك. الله يعزك. احبتنا مشاهدين قناه اسيا، فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناه اسيا، عدنا وياكم من بعد الفاصل ويا الحبيب الغالي سيد محسن الموسوي من بغداد، والغالي ايضا محمد ابو الهيل من الموصل. حياكم الله. سيد ابو جاسم، وصلنا الفقره بصراحه الغايه من عندها انه تقرب الجمهور للشاعر اكثر، باعتبار انه ينطي رأي الجمهور بالقصيدة اللي راح نقراها. جيد؟ نحترم رأي الجمهور. شبه منافسة يعني، أو نسميها منافسة لو صح التعبير، بحيث أنه سيد محسن يقرأ قصيدة أو محمد أبو الهيل يقرأ قصيدة، وهذا مقطع راح ينقطع وحده وأنا أنشره بحسابي الانستغرام، أو تشرف. الله يعزك. ومن خلال التعليقات راح نقول بالحلقة القادمة منو اللي لاقى استحسان الجمهور اكثر. ان شاء الله. طبعا هي والموضوع والله مو مجامله يعني، بس اتمنى لك كل الخير. الله كلك شاعر يا سيد. الله يعزك سيد، الله يخليك. سيد الموضوع يعني هو مو استاذ، ولا هم يعني استعطافه للتعليقات يعني، الله شاهد مو هينتي يعني امام الله. اتمنى لك التوفيق. الله يعزك. والله الموضوع بالمناسبه يعني بصراحه احنا ودي اكيد ودي جدا الغايه من عنده انه الناس اللي تسمعكم تنطي رايها. يا مثلا ترى قصيده سيد محسن الموسوي افضل من قصيده علي المنصوري، قصيده محمد ابو الهيل افضل من قصيده علي المنصوري. خلاص هيك يعني انت تعرف كل انسان يسمع باللي يلامس احساسه. اكيد توافقني بالراي. شعراء اسماء كبار يعني عندهم قصائد يخفقون بها يعني مو مشكله يعني هو اكيد مو معصوم، كل من خارج دائره العصمه فهو داخل دائره الشبهات. فما اعرف ان منو اللي اكيد من السيد. لا من يمك ابد انت تقرا. ايسرت قبلي. وين قبلك؟ يلا نقرا. انا اكو قصيده والله يعني اريد اوثقها بالبرنامج، قديمه ما قارئها. هي اللي تتنافس بها ويا محمد. اوكي نعتبرها جيد، لان الله شاهد ما قارئ باي لقاء، وهي يعني قبل 2012 مكتوبه. يقول كف عتابك ومحتاجك تروح، نسيتك ما اريدك مثل ساعد، انا معلم الناس تكابر شلون، اموت وما احس محتاج واحد، انا الدنيا طالع منها ربحان، الجفن احلالي من قماش بايد. الله ذمه برقبه الباكر يشيعون، ليش يعني واحد قلبه بارد، على التابوت خافت من الاشتاف، اظل بجنازتي بالباب قاعد، انا بساعة الكونة اندق على القاع، اتحداك اذا شايفني شارد. الله. انا مصفط بصدرك قد مواضيع، ومن باب الوفا مشقق قصايد. الله عمت عيني اذا جرح لي انسان، الله ضميره يشمس عنده توارد، احل عيون كل من سلم وراح، ويرد يرجع لي قد ما ابقى ناشد، ما ودي الهوى من نشهق انطي، شي شميت احس اعزاز فاقد، انا موصلتني طيبة قلبي الحال، بنسلم على البشر كان جاي عايد. الله بندق صدر بوفه تتكسر ضلوع، هيك انا اذا فد يوم مواعد، من قال لك بطبع تغير وياك، دليني بخطأ من عندي وارد، انا مغربل ظنوني وصافي وياك، واكثر من دليل وياي شاهد، ما كيفت حتى بروحتك هاي، وعلي حزني عليك هواي زايد، بس هي صحبتك ضعفت وياي، احط وتطيح من شفه المعاضد، وذكرني اذا ناسين الموضوع، وما انا برقبتك لا تروح حاقد. الله عليك. الله سيد. اي ابو جاسم، وديني اعلى باكر، قوة عشت اليوم،
وديني على باكر قوة عشت اليوم، صعب حيل انتظارك بالدعاء عشته. كل شي بوقته قالوا حلو، بس فراق وجهك ما جرعته بوقته مو وقته. ضقت فراق يوسف، وديني على باكر قوة عشت اليوم، صعب حيل انتظارك بالدعاء عشته. الله. كل شي بوقته قالوا حلو، بس فراق وجهك ما جرعته بوقته مو وقته. وعلى طريق جبت الليل بالياوين، غثيت العريس الأخص صاحبته، وعديت البكي للفاقد ام البيت، من جابولي طاري حكاية عن زفته. الله. وعديت البكي للفاقد ام البيت، من جابولي طاري حكاية عن زفته. ضقت فراق يوسف وانا مو يعقوب، الله. ولا ماشيت اخوته ولا شفت قصته، ولا مودع حمد لما انغبش عالريل، هذن كلهن عشتهن من مشيت انت. الله. ضقت فراق يوسف وانا مو يعقوب، ولا ماشيت اخوته ولا شفت قصته، ولا مودع حمد لما انغبش عالريل، هذن كلهن عشتهن من مشيت انت. حبيتك قبل لا امك تهز بيك، بقماطك وكشخه وقلبي ذوبته، ومو بس على الواقع كنت مهتم بيك، طيفك لما مرني بحلم دللته. الله. وانا سهران لك، الله حبيبي. سهران لك اكثر من الرباك، من شفتك لها السفراشي ما شفته. الله. وجبني ما تعرف النجمة تطلع وين، عالحاضر خذاك وباسك وبسته، ومشيت قبالي واكبر كل شبر سنتي. الله. اصل للموت لو للباب وصلت، المن صومتني وعلي ما هليت، المن صومتني وعلي ما هليت، ورحت لن ما يحس بطعم سالفته. لو رمضان شا قلت لك فراقك عيد، بس انت المصيبة العيد ما جبت. الله 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 يسلمك سيدي. الله. الله يحفظك. الله. احبتنا يعني بصراحه انتظر تعليقاتكم، اكيد ان شاء الله تكونوا منصفين بالاختيار. وللامانه يعني والله قصتها تخبل. لا للامانه لا، اكو بالعكس فد شغله انا دائما اقولها، مني خيروني بين شغله وشغلتين حلوات، اقول هذه تفاحه وهذه برتقاله، ما اعرف منو الاطعم، يعني كل وحده لها طعمها. وانتم ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. حفظك ان شاء الله ويوفقك. الله يعزك. سيدنا شلون انجليزيتك؟ والله كانت زينه قبل ايش قد؟ بس هي اللغه تعرف يعني راد لها ممارسه. قبل ايش قد صارت زينه؟ يعني انا عشت بامريكا فتره. اي يعني بوقتها كنت عادي يعني اشتغل واطلع واطلع يعني نمشي امورك. والاكسنت مالتك مضبوط وكذا؟ لا هو عراقي الاكسنت. مبين عراقي؟ اي. اي قصدي يعني تطورت لغتك. اي لا عادي يعني هسه انا لحد الان مرات اني اشوف فيلم او اغنيه يعني افتهم على بدون ترجمه افتهم جيد. وايد جمل. جيد. زين بصراحه اذا نريد نقطع فتره من حياه شخص، هذه الحياه اللي عشتها بامريكا تقطعها لو تطوق عليها؟ لا بالعكس هي تجربه مهمه وشفت العالم. شنو علمتك؟ هواي علمتني انا، بس واحده من هواي نقاط. يعني انا كنت ما حاس بالقاعد ايجار، احنا بيتنا ملك الحمد لله والشكر، فكنت ما حاس يعني هناك قعدنا ايجار. يعني قلت الله يساعد القاعد ايجار، يعني شلون يحس بهاي، شلون يعني عباره عن واحد يراوح بمكانه. والله. اي والله. طبعا تحياتي لاخوي هناك بقى من 2009 اخوي هناك حسين ناصر المسؤول. الله يحفظه ان شاء الله. مشتاق له يا رب يوفقك ان شاء الله ترجع لنا بقرب وقت. الله يحفظك سيدي. شلون الغربه؟ الغربه هي يعني بصراحه مثلا انا ما اقدر اسولف عن الغربه، يعني ما سافرت المكان طويل، يعني مره واحده بس ما عشت الغربه كلش بتفاصيلها. اكو بشر ما يعيش الغربه مهما يكون، لان هو اصلا بحياته ما يميز، يعني ما عنده فرق بالاماكن. يعني اكو ناس هم مو اجتماعيين فعادي اذا يعيش بامريكا ويعيش، بس احنا باعتبار يعني منطقه شعبيه وعندنا اصدقاء ومعشر، فاحس بفراغ، يعني احس صعبه كلش يعني. زين هذا شلون اثر عليك شعرا؟ كتبت خلال هاي السنه؟ كتبت هواي. كم قصيده كتبت؟ انا قلت لك يعني من اكتب ما اكتب بطور انه اخلي الموضوع انه رصيد شعري، يعني اكو به نصير 8 ابيات، اكو يصير قصيده كامله، اكو يصير مقاطع لحد ما يخلص موضوعها عندك يطلع اللي بقلبه وانشره وارتاح. جيد. يعني كتبت عن موضوع الغربه نفسه؟ كتبت
نقدر نسمع؟ طبعا انا كتبت وحده قبل ما ارجع باسبوعين، راح اقراها. جيد. للعراق طبعا. تقول وانت الكل حلم بالروح مسقط راس، وانت الكل حلم بالروح مسقط راس، ايش ما ارسم حياتي القاك مستقبل. الله. كل شي هون لديارك عشت صعبات، بس فرقاك يسمر شدة ما تنحل، ورغم كل شي بعشرتك بس صدق مشتاق، ولكنك هذاك الشعبك معلل. يا معذبنا حبك ليش، يا ون الثكالة ومقبرة صدقان بيهم وين المعدل. اتنفس خضار الغربة بس مخنوق، الله. بعد دخانك بصدري، ومن شارعنا ياما بعيني صار تراب، بكيت ايش قد عليك وما قبل ينزل. الله. وياما تضيق بي وما اطيح بباب، وكابر بس ملامح وجهي تتوسل. ومانة الله ما حد ذلني يحترمون، بس بالله وعد نشتاق لك انذل. الله. ومانة الله ما حد ذلني بس يحترمون. اي والله. بس بالله وعد نشتاق لك انذل، اريد ارجع لك اشتاقيت. العمر مثل الورد من ينقطع يذبل، وقالوا لي الوضع مو زين وانا ادري، ومو من الوفا من الضيق اشيل جنطتي وارحل. اهلي ولازم وياهم حلوه ومره اتحمل، يا لايم لا تقل ايش جابك اترجاك، لا قلب الوطن يسمعنا وانا ازعل، لان ادري يحبني وياما صحته بليل، وجاوبني هلا امتانيك يمتى تعود، ما بياش اشوف ان خدك مبلل. وقالوا لي اللي يعوفك يا وطن يرتاح، واريد ارجع واقول لهم اللي يحبك والله يتبهدل، ولا ادري اللي يعوفك هيك يتبهدل. الله. 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 سيد، من جيت من امريكا وصلت، اكيد جيت بطياره مطار بغداد، يعني بصراحه سولف لي هذا الاحساس. من طبينا للعراق راسا لقيت يعني الوضعيه راسا عبالك البارحه مسافر، يعني لان ماكو شيء متغير وحاره وصار موقف همين ويا الضابط هي خطوط. اي. يعني الضابط الموظف هو بالمطار انه اكثر من لاين، الفي اي بي، الجنسيات المو عراقيه العراقي. فاكو واحد واقف قباله كان يعني هو اسمر امريكي يريد يطب، بس هو لازم ما يطب من هذا المكان، هو ما يعرف يحكي عربي، يحكي بس انجليزي، فيحكي ويا الضابط، والضابط يحكي وياه بالعربي، واثنيناتهم ما حد يفتهم الثاني. جيد. بس هو الضابط جاي يقول انت مو منا المفروض تطب. حلو. فانا تاخر فدخلت بيناتهم، فقال لي قل له مو منا من غير مكان، فحكيت وياه بالانجليزي ووضحت له. فمن حكيت وياه بالانجليزي وراح كان فالضابط انحرج من الموجودين، يعني انت بالمطار لازم تعرف انجليزي. فمن قال لي انا صار لي ساعه ايش اقول لك؟ فالعالم ضحكوا، هو اصلا ما قال له شيء يعني. فهو من صفت له راح طب من غير مكان. بدك ترجع؟ لا والله بس مشتاق لاخوي يعني. يعني اللي ربطك هناك بس اخوك. اي يعني اذا رجعت هم يعني اشوفه وارجع للعراق. جيد. محمد، اهم منصه شعريه قريت بيها؟ هو سابقا منتدى مجر عزيز والبيت العراقي. لا يعني قصدي ببالك فد موقف معين صار عندك يعني كان حضورك حلو، رجعت فرحان، كنت كاتب قصيدة حلوة وقرأتها ولاقت استحسان الجميع أو الأغلب؟ هو مو شرط يكون قصيدة، أكو مرات بيت يعني يترك أثر. نعم. بحادثة العبارة نعم المؤلمة اللي صارت بالموصل، فأنا كنت ما من ضمن المشاركين. هو صار مهرجان؟ صار مهرجان. جيد. طبعا جمهور يعني ما تتخيل العدد اللي موجود. حلو. كان الموصل كانت بحرقة، يعني يريدون نعم. بس أي شيء متنفس يعبرون عنه يعني. فأنا ما كنت يعني هي الفترة قصيرة، احنا محضرين الغير مهرجان بنفس القاعة،
ومكملين بوستر وكامل، وصارت حادثة العبارة. تغيرت القراءات. تغيرت القراءات، فأنا ما كنت محضر يعني. نعم. حضرت يمكن آخر يوم تقريبا هيك، قلت إذا اضطريت راح أقرأ يعني. فحتى قلت حتى إذا راح أشارك ما راح أترك أثر، يعني قصيدة عمرها يوم مو شرط يعني. جيد صح. مجرد فأن ترك انطباع بيت يعني، ردات فعل ما تنحكي يعني بالشاشة. فحبيت الموضوع يعني، ما كنت محسب له، وهيك ترك أثر يعني. جيد. أريد أسألك سؤال. اليوم عندك مهرجان بالجنوب. جيد. أنا تخيلت محمد أبو الهيل باعتباره أنه من الموصل يتكلم اللهجة المصلاوية، لكن أسمع يقول كنت هاي عفويتي يعني نعم واضح بس كلمة واحدة سمعت له موصلية. مصلاوية شنو هي؟ ما ادري قال لي سمعوه هيك حمد. اعرفوا هيك صح. اعتقد هذه لهجة جبور مو؟ الواو ادريبو. لا الموصل يعني انت تقول اعرفه، احنا نقول نعرفه. نعرفه. طيب. اليوم عندك مهرجان بالجنوب، اي محافظة من محافظاتنا. اوكي. شنو راح تقرأ قصيدة؟ مهرجان وضخم وتعرف المهرجان بمنافسة وهذه التفاصيل، يا قصيدة راح تقراها؟ قصيدة طبعا احنا محضر، ما متوقع ايش تسألني السؤال يعني. تعرف الجنوب هم اهل الشعر يعني، فهو اللي يستمع شاعر يعني. شنو راح تقرا اليوم والآن مع الشاعر محمد أبو الهيل من الموصل؟ صفقت العالم وحياهم الله وكل الهلا. صعد أبو جاسم اعتلى المنصة، فارس واعتلى جواده. أكيد أنت مبدع أكيد، وكلهم قصايدك. أنا من تريد تقول لي قصيدة أريد أسمعها يعني، أريد الناس تسمعها. هذه القصيدة اللي معتد بيها واللي حابها واللي توصل إحساسك بيها. ما أعتب على القصرة طول الثوب، الما صانت رجلها تصون رجليها. ما أعتب على القصرة طول الثوب، الما صانت رجلها تصون رجليها. الأخذها ويدري بيها استعجل، المفروض ما يدخل بيتهم مو يدخل عليها. الله. المهم رحتي وجيتي مو من يمي براس، وقلت لش طبي قلبي وما قبلتي. ما متعلمة دقت باب القلوب، أكثر شي تظل يوم على ذمتي. أدري شراضعة ومفطومة بفلوس، حتى بحضن أمك ما صبرتي. الله. وكنت أدري شراضعة ومفطومة بفلوس، حتى بحضن أمك ما صبرتي. وكنت كل خطوة جرج حتى تمشين، هسه شبيك على الخاير ركضتي. مدامك ردتي جيبه وعفتي رجال، مو من عيني من جيبي نزلتي. الله. أنا المفروض الله كنت كل خطوة أجرك حتى تمشين، هسه شبيك على الخاير ركضتي. مدامك ردتي جيبه وعفتي رجال، مو من عيني من جيبي نزلتي. أنا المفروض أصدك من ترجعين، ما داويها واعرف ياهو علتي. ولا تقولي لي منك ما بدر شي، يا علتي تأكد بي يا علتي. الله. وليش أفرح بجيتك وادري مو شوق، وإلا منين ما جيتي رجعتي. هذا الإلك عندي والله وياك، ما مهتم رضيتي أو زعلتي. وسلامتي. الله أبو جاسم، قصيدة كلها جميلة. الله يسلمك أستاذ علي. بس هواية مأذيتك هاي البنية يا أبو جاسم. والله يعني احنا بس نردها بالشعر، ما نقدر نسوي شيء، لا نأذي ولا نجرح، فبالشعر. هم يقولون جراحات السيوف لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الله. مرات الجرح مال اللسان أقوى مو؟ كل ما تقتل مو شرط نعم. رصاص. نعم. زين. أنت متزوج ها؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر. زين، زوجتك إذا سمعت هذه ايش راح تقول برايك؟ صح لسانك. والجراحات هيك مصالحة وياك وياك والجراحات قل له شو تقول له؟ الله اصلا ما تسمع شعر يعني. لا بس اكيد زوجها طالع اكيد راح تسمعه.
وراح تعرف الكلام حقيقي ومو عليها. راح تدخلك مشاكل اليوم الحلقه؟ لا ان شاء الله ماكو مشاكل. هي يعني انا ما صار لي خويا تقريباً خلنا اقول سنة لك ونص. شغله بس بدون زحمه عليك. انا ترى متزوج قبلك وما اعرف اذا صارت يعني راح مشاكل تعبر علي؟ حلها سلبيا. ان شاء الله ماكو. حلها كلش سلبيا. انا خطأت وهذا اخر مره وما ادري شلون هاي التفاصيل ان شاء الله بالحلقات الجايه. انا مواضيع كاتبها قبل ما خيالية. اتزوج. اي كاتبها قبل ما اتزوج القصيده. ها قديمه القصيده. ها يعني اوكي هيك قل له وان شاء الله راح اقرا عليه غزل يعني هيك. حتى كتبت غزل. حضر العذر منها هو. محضر لها غزل؟ لا مو محضر لها، كتبت لها يعني غزل بوقتها. إيه. يعني هسه راح اذا وصل لنا السر اذا اسعفتني الذاكره يعني تعرف الغزل مو هواي اتطرق له يعني. جيد سيد. يمتى ان شاء الله القلولوش؟ ان شاء الله بعد. هو مشكله يعني انت خريج شنو سيد؟ مع اللغات ايطالي. هو ما يريد يتزوج لا ايطالي. يقعد شلونك بالايطالي؟ والله نفس الحاله مال الانجليزي هم يعني بوقتها كنت يعني زين بس اللغه لازم تمارسها يعني. انا اعرف تشيبولي وتشينكوا بالايطالي. تشينكوا 5 وتشيبولي بصل غيرهن ما اعرف. انا حتى أنا ما اعرفه مال البصل. أي. سيد برايك امنيتك وين؟ او قبل امنيتك اليوم سيد محسن الموسوي بصراحه يعني انا مو اليوم عرفت سيد محسن الموسوي، اعرفه من زمان يعني مده زمنيه طويله، بس احنا اتفقنا بصراحه وين جاي نسولف بود. اوكي متاخر بمعرفه الناس، يعني معرفه الناس بسيد محسن الموسوي تاخير من سيد محسن الموسوي. انا كتابتي يعني عفوي، يعني ما اخطط انه راح اكتب قصيده واسجلها وانشرها هيك. فهذا جزء هو اللي اثر علي، لان انا ما لحد الان ما اعتبره انه طارح روحي كشاعر، يعني حتى تواصل ويا الناس صار عفوي وصدفه مثل كتابتي. انا اعرف انه تقريبا اهل منطقتك اللي بعمرك او اكبر او اصغر شويه كلهم يعرفونك، بس تربطهم علاقتك بيهم او علاقتهم بيك علاقه صديق باصدقاء، مو علاقه شاعر بناس. صح؟ اكيد. زين برايك حتى اللي يعني من خارج الحريه واللي يتابعوني يعني ما احب هاي تصير هاي الفوارق الطبقيه، يعني شاعر وذواق ان صح التعبير يعني. شنو يعني معناها شيء فوارق طبقيه؟ شنو العلاقه الفوارق الطبقيه بالشاعر والناس؟ اضوج واحد مثلا يقول لي استاذ، والله يعني هاي الكلمه ما احبها، يعني ما احس اكو تمييز بيناتنا، ما اريد احس يعني احس رسميات واحس المقابل يصير بيناتنا حواجز واحس روحي غريب عليه، بالعكس قل لي سيد قل لي محسن طبيعي الموضوع. جيد زين. انت هسه برايك انت رجل مو محسن الموسوي، الشاعر محسن الموسوي جدي لو مو جدي؟ بالشعر كطارح روحي شاعر؟ لا مو جدي. مو جدي؟ مو جدي. يعني معاي في الموضوع للصدفه. يعني اليوم برايك صح؟ انا اشوف الشعر احلى يكون هيك. يعني اي شيء يكون مصطنع ويصير به شغل. لا مو مصطنع. جدي ما له علاقه لا بالصنعه ولا بالعفويه. انه انا شاعر ومواظب اسمع اقرا اشوف. هي كلمه انا شاعر انا يعني اتحفظ عليها، يعني اعتبرها يعني ما يصير واحد يقول على روحاني شاعر، يعني المفروض هي الناس تقيم. اوكي انا اكتب شعر ممكن هاوي او احب الشعر، فبقى انه قصائد تستحق. سيد انت شاعر، شنو هاوي شنو هذا؟ ما يكون ما يصير سيد يعني مو دائما التواضع يعني مو دائما التواضع بكل اشياء هو ايجابي. اكو تواضع يصير سلبي. يعني اسمح لي اقول لك هاي هو بالعكس هو احترام للشعر الشعبي. احترام للشعر الشعبي، وانت رجل جاي تمثله خير تمثيل. قصيده مؤدبه شاعريه تحمل من الصدق والمصداقيه عاليه، بيها علاجات لمواضيع معينه، جاي اكتب مشاعري وانزلهم على ورقه. وانا ابو الاكبر القصد من تطرح روحك كشاعر انت بعد هاي صرت مطالب، يعني لازم متى انت مطالب لو مو مطالب؟ انا ما احس روحي مطالب، وهذا الشيء اللي يخليني اكتب براحتي. يعني مرتاح انت؟ كلش مرتاح، بس من احس روحي مطالب والناس تنتظر منك يصير ضغط عليك، يعني فما تكتب. سيد ذاك اليوم صار فد موضوع معين واحد الاخوه قال كتبت قصيده وصفقت الروح عليها. احنا شو نسوي؟ لا جد والله. أيه. يعني من باب انه عجبته موضوعها فكرتها كذا هاي التفاصيل. كاتب هيك قصيده ما نقول صفقت عليها، حابها. اكيد كل قصائدنا نحبهن، بس حابها اللي شاعريتها انا لا احب شيء كاتبه، احبه لان المقابل يعني يحس انه يمثله واكو وايد ردود السمع عليه. اكثر قصيده انتشرت المحسن الموسوي، اكثر قصيده حبتها الناس المحسن الموسوي.
هن يعني اكثر من وحده، بس اكثر شيء يعني التوب ضيعت عمري. قاريها؟ قريتها، قارئ بهيل وليل. تحياتنا الف تحيه الكادر هيل وليل والرائد بفتيان. زين، كاتب قصيده جديده تتوقع انه تحبها الناس؟ هي اخر قصيده كتبتها قريتها بالبدايه. نعم. هي هم اسمها اخر قصيده. ايه. وكقصيده اتوقع تحبها الناس بعد ما اعرف يعني. انت توقعاتك؟ ما ادري يحبونها او ما يحبونها، أي. بس انا اكو قصايد يعني ما موثقين اي يعني قرانا مثلا قصيده تقول والله اتوقع انه الناس يحبوها لانه بيها لاسبابك الداخله. قرانا قصيده خالد. تقول كل شيء ما همني اليمر مثل اليورو، صافن بخطوات زعلك من رحت. يا حبيبي شلون اشيل الذكريات من خيالي، قبالي ما ظل انشل. صورة دوم بعيني ظلت ما تروح، صورة دوم ببالي ظلت ما تروح. بيها ظهرك والله لو بس ملتفت، والله وادري ما يفيد الندم بس التهيت. على الاقل ندمان بس ما يئست. وحشة غروب وبدا يزيد السواد، وصح قمر موجود بس انت غبت. الله. وجاي ليل وحشة غروب وبدا يزيد السواد، وصح قمر موجود بس انت غبت. وجاي ليل ومقتنع ما راح انام. انا مثل قولت لي امي وما نمت. صوتك يمرني وحير منين اروح. ما ادري اسمعك بيه، ما ادري توهمي. ارد اشق صدري واعرف شنو بي. لا حرقه ولا مراره تعلعلت، لا حرقه ولا مراره تعلعلت. وصفني وكل من يمرني يقول لي ها كأنك بمحبوب راحت ولعت. وانا احس روحي مراهق واستحيت. هاي مال صغار هسانك برد، خلقي كان طول شعرك. وانا احس روحي مراهق واستحيت. هاي مال صغار هسانك برد، خلقي كان بطول شعرك. هسه وين صار اقل من ذيك خسرك من رحت. برد حيلي وما برد قلب وراك، لمن دورتك لحد ما تيهت. خايف ابكي وبوجه كل سائل عليك، وادري بيك بهيج موقف ما صرت. من اصدقائي واصدقائك وين اروح؟ شردق لهم راح يرجع لو رحت. حقهم يسألون شي يستغربون، انا امتى الوحده من يومهم فتت. والله عليك. الله 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 عليك ابو الاكبر حبيبي. الله الله الله. ابو جاسم، بالمناسبة يعني اللقاء جدا جميل بصراحة، والله يعزك إن شاء الله، الله يخليك. قاري محافظات غير الموصل؟ لا ما قاري. طموحك وين تقرأ؟ بالبصرة، مو لأن طبعا حضرتك من البصرة، بس من زمان هذا طموحي. أمنية إن شاء الله يا رب تقرأ بالبصرة إن شاء الله إن شاء الله. أريد قصيدة هي مسك ختام للحلقة. أريدك نفس بكيفي من حقك، لا أختنق من تروح ولا أتنفس بجيه. الله. أريد أتنفس بكيفي، الله الله. لا أختنق من تروح ولا أتنفس بجيه. بشر مو بس أحبه، بقلبي لا تشتاق للريح. يا العايفني وين الله وأكرهك، حتى حب الناس، حتى انشاف يومي. خلصت اهتمامي شبيك وش ما بيك، وكنت ما أعرف ايش بيك. الله. خلصت اهتمامي شبيك وش ما بيك، وكنت ما أعرف ايش بيك. كنت النار أطفيها ببرود أعصاب، هسه احترق بغنية. ويلي. خلصت اهتمامي شبيك وش الله 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 الله. الله يسلمك شهادة. خلصت اهتمامي شبيك وش ما بيك، وكنت ما أعرف ايش بيك. كنت النار أطفيها برود أعصاب، قمت احترق بغنية. ويلي. كنت وياك أصغر من مواليدي، عفتني بحال أمي تحير لو شافت تجاعيد. ولازم نبتعد كل من برايه يروح، لا تبقى انت غالي ولا نظل غالي.
وأخذ كل ذكرياتك وحدة وحدة وياك، واقعد يم حبيبك لا تجي ببالي. على موالك يبكي إيش عندي ناقص ضيم، ما أبكي بعد حتى على موالي. الله. أنا المو بيه ما ناقصني، بيه هواي، كنت بس هسه راح أحتاج أظل خالي. على مروة طيوفك عشت عمري وياك، والواقع يريد مطيح العالي. على مروة طيوفك عشت عمري وياك، عشت عمري وياك، بس هسه ارد اعيش الخاطر اطفالي. الله. ظل احلامي وتنحسب بس على الليل، والواقع يريد مطيح العالي. ما رايد عمر منك اعيشه بخير، لكن على الاقل لا تصير كتالي. الله الله. الله 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 يسلمك. الله. الله يحفظك. ممتع والله. شكرا لكم اثنينكم سيد، شكرا لكم الأكبر. بالله الكريم. شكرا قبولكم الدعوة، الله يسلمك. شرف. شكرا العناء السفر، الله يحفظك. شكرا للشاعرية الجميلة، شكرا للإحساس الصادق، شكرا منكم للأخلاق. نتعلم. الله يعزكم إن شاء الله. أحبتنا مشاهدين قناة آسيا، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. كان بالإعداد والتقديم علي المنصوري، وتصبحون على خير.